بالحياة ما في شي مستحيل. إذا الإنسان بحط هدف قدامه وبيقرر بده يوصله بيوصل. قصة اليوم عن مشروع الجوهرة الزراعي اللي أسسه بي من 18 سنة وواجه صعوبات كبيرة ليوصل للي هو عليه اليوم. الطريق كان طويل والشغل صعب، في بواب كتير تسكرت بوجهه، بس النجاح بيعني إنه نمشي عكس القطيع وإنه نتخطى كل الحواجز اللي بتطلع قدامنا. هذا الفيديو كتير عزيز على قلبي وصار لي زمان عبالي شارككم فيه. إذا حابين تشوفوا أحلى مزارع بلبنان وتتعرفوا على كل المراحل اللي بتقطع فيها الخضرة من لما تنزرع لتصير جاهزة على طاولتكم، احضروا الفيديو للآخر لأنه رح ناخدكم بجولة مفصلة على مشروع الجوهرة الزراعي. قولي هاي. هاي اليوم وعينا وجينا فيلد داي، فرجيكم شوي المزارع. هيدي اول محطة هون، زارعين ملفوف. عندي معي مساعدات الشخصية تبعي اخواتي. فرجيكم قد ايه قراب على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة. هول الأرمين هن مش بلبنان، نحن هون عم نزرع على الحدود اكيد. هيدا الاخضر هون مطرح ما عم نزرع، وهون هيدا الحدود. الطريق الزفت هي الحدود. لتشوفوا قد ايه قريبه هون النقطه، يعني هيدا البرميل الازرق هو مش بلبنان، وبنبرم نحن هون على شقفه الملفوف. هيدي صار لها 20-25 يوم مزروعه. هون بالمزارع بنزرع كذا صنف خضره وفواكه، بس اكيد حسب اي وقت بالسنه. هلا لانه نحن بالخريف عنا زراعه ذره، باذنجان، بندوره، خيار، بس بعدين بالصيفيه او باول شهر ايار بصير في عنا بطيخ، بصير في عنا شمام، كمان في بطيخ اصفر. التركيز الاكبر هو على فصل الصيف وفصل الربيع من ناحيه المزروعات. هلا اكيد في كتير منتوجات كل مرة، يعني بنزور المشروع رح يكون في عنا نوع خضرة مزروع جديد. إذا عبالكم تضلكم اب تو ديت لهون للمزارع، تشوفوا شو بنزرع وشو عنا منتوجات، ما عليكم الا تعملوا فولو للبيج الجوهرة.agriculture على انستغرام، لأنه هونيك كل الابديتس بتعرفوا شو عنا منتجات وبتعرفوا وين فيكم تلاقون وكمان تشترون أكيد. من بعد الملفوف رح نكمل على البصل. عنا بمشتل البصل أول مرحلة هي إنه نعبي الصواني بقلب التربة، من بعدها بناخدها ومنصير نحط بكل قدح من الصينية بذرة أو بذرتين من البصل. من بعدها نفوتهم على قلب أوضة التخمير. فوت على أوضة التخمير، هي أوضة ممنوع يفوت عليها الشمس أبدا، لازم تكون كتير معتمة بالفوم بنايلون أسود مثل هيدا اللي هون شايفينه، كرمال يقطعوا عنا الشمس كليا. يعني أول ما تبلش تعمل أخضر بيشيلوها لبرا. مثل ما عم تشوفوا هون مثلا في شتلات صار لهم كم يوم، هو صار لهم اطول، بس يكبروا بصير فينا ننقلهم على الارض. حلو هون انه عم نزرع اكثر من 10 مليون شتلة بصل. خلصنا بصل رح نكمل على الباذنجان. اليوم عنا حواش باذنجان، شوفوا قد ايه حلوين هالباذنجانات. هلا وقت السانست كتير حلو، المناظر عن جد كتير خلابه، بس لتعرفوا قد ايه حلو الجنوب وقد ايه اندر ريتد. يعني مثل ما بتعرفوا هون في قوات اليونيفيل يلي هن موكلين يعني حفظ السلام. وين ما تمشوا بالجنوب عنا بالمنطقه رح تلاقوا في كتيبه اسبانيه، في كتيبه صينيه. بلكي بنبعث مال مع الصينيه ترغلها شي شوي تصير. هلا هون موقف لناخذ صوره. يلا. قولي هاي. هاي هلا مال عم تكتشف قطيع الغنم كيف بيكون، مبسوطة فيهم. امشي معهم امشي. وقررنا نخلص نهارنا بحقول الذرة.
قد ايه بدهم ليصيروا جاهزين للقطف؟ حسب اذا بالشتي مثلا بدهم 100 وشوي، بالصيف بدهم 75 يوم 90 يوم هيك. سهولة بين 75 وبين 100 يوم لينقطفوا حسب بأي موسم. هلا هي مثلا قد ايه بعد بدها وقت؟ لأنه مبيني صارت هيدي ماكسيموم بدها 10 ايام ماكسيموم. هيدي بعد 10 ايام تصير جاهزة للقطف. هيدا إذا بتقطفوه صغير بصير جاهز إنه ينعمل بيبي كورن يلي بيعملوه بالعلب. أول مرة بعرف إنه هيدا العرنوس هيك بس يقطفوه فيكم تاكلوه، أنا فاكر بس لازم على طول ينسلق وينشوي. عن جد كثير طيب. هلا عم نطلع لفوق لنشوف الحقل الذرة من فوق قد ايه حلو، بدك ما نوقع. هون عنا مشروع الخيام يلي مزروعين بندوره ومزروعين خيار، كمان فينا نزرعهم كذا نوع صنف بس هلا الموجود هلا بندوره وخيار. في عنا 100 خيمه مثل هول الخيام يلي شايفينهم هون، يعني 100 من هول كمان مرقمين، يعني كل خيمه عندها رقم. نحن بقلب الخيام، هيدي خيمه فيها خيار، اكيد الخيمه لتحميها من الشمس، كمان بتعطيها حراره بذات الوقت، بتحميها من الطقس وبتحميها من كثير حشرات، كرمال هيك بيطلع عنا المنتوج بطريقه اسرع وبطريقه افضل. فهون عندنا نحن خيمه الخيار. هلا فرجيكم على الخيارات قد ايه مهضومين. مثلا هيدي الخياره هي وصغيره بعدها، ليكوا كيف كل تلم حد التلم تبعه باراليل متوازي. ما قدرت اصور قد ما فيي لانه نهار او نهارين منن ابدا كافيين، بين انه انا كمان كنت عم ببرم وكنت عم بشوف وبين انه عم صور. ان شاء الله الفيديو اليوم يقدر فرجيكم قديش المزارع يعني كبيره وهيك على مد عينكم والنظر. زراعه طبعا شيء كتير صعب وشيء كتير معقد، وفي كتير عوامل بتاثر بالشتله او بتاثر بالنبته هي وعم تنزرع. اول شيء لازم عندكم يكون الطقس منيح، تكون التربه منيحه، تعرفوا تعتنوا فيها، وبالاخر كمان لما تلموها وتبيعوها لازم يكون السعر منيح. ففي كتير عوامل بتتحكم بالزرع وبتتحكم به هيدي المهنه يلي انا باعتباري من اصعب المهن، بس عن جد ما فيكم تعرفوا قديش بتاخذ عنايه ودرايه، وقد ايه انه ما في نهار اوف، يعني ما في الشتله ما بتعطل مثل ما بيقول بيي. عن جد يلي بيجي لهون بيقدر كميه التعب والمجهود والعنايه والحب يلي عم تنحط بالارض. كثير مبسوط انا انه عم بقدر فرجيكم لاول مره هيدا الشيء، وان شاء الله بنقدر نعمل زيارات ثانيه فرجيكم اكثر واكثر. كثير حلو النهار لانه هيك بتحسوا حالكم ديسكونكتد، فصلتوا عن كل العالم الخارجي بالطبيعه بين الخضار. هيك بنكون خلصنا النهار اليوم. ان شاء الله تكونوا تسليتوا انبسطتوا، شفتوا المزارع، شفتوا كيف بتم الزرع، استمتعتوا بالمناظر الخلابه هون بالوزانه بمرجعيون بجنوب لبنان. ما تنسوا تعملوا اكيد سبسكرايب كرمال تشوفوا غير فيديوهات. See you in next vlog.